بالحلقة السابقة رفعت الإخفاء عن فيديو قديم إلي بال 2017 محصل مليون وكسور مشاهدة، وهسه رفعت الإخفاء عن فيديو همينه بال 2016 صح قليل 170 ألف وكسور مشاهدة. سلام. في يوم من الأيام في سنة 2013 أحيلت مشاريع بناء مدارس إلى شركات، وإلى اليوم الشركات لم تكمل العمل. يا بعد قلبي انتم مواد البناء تشتروهن لو تربوهن ومن يكبرن تطلعوهن. بس عمي احنا المواطنين هم متعافين ونصعبها ويا سهله، ما يرادنا شيء ننصب شادر يدرسون بيه الطلاب والطالب الزين دقده باستكان شاي. التربيه خاطبت المحافظه، والمحافظة سحبت العمل من الشركات. عتبي على الأخوة اللي سحبوا العمل من الشركات. يا أخوان على شنو مستعجلين؟ شنو السالفة؟ خلينا نعتبر اللي فات فترة تعارف، والعشر سنين الجاي نعتبرها خطوبة، أو ذيك الساعة منا لما بالمستقبل يكونون نفسهم يحيلها الحلال. تحركوا الشباب وأدرجت الشركات بالقائمة السوداء بعدما سحب عنها العمل، على أن تكمل بناء المدارس على حسابها بشركات جديدة. لا 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 ماكو عطوة أبد. لا 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 تقل لي ولا أقول لك. لا 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 دين ولا بعد دين. لا لا صديقي مكانك في القلب وليس في المحل. هاي لا لا أبد لا سولف. محضر استماع. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد بتوجيه من السيد المحافظ اجتماع فني بخصوص المدارس المتلكئة، وضم كل من مدير عقود الحكومية ومدير قسم الأبنية المدرسية ومدير مفوض الشركة المنفذة ومدير قسم الشؤون القانونية، حيث تمخض عن الاجتماع ما يلي. أولا، التزام الشركة يتم تجهيز المواد بشكل كامل لجميع المدارس والمباشرة بالعمل في كل المدارس خلال أسبوع قبل إلغاء كتاب سحب العمل من قبل السيد المحافظ. ثانيا، تقديم تعهد مصادق بالقانونية يضمن إنجاز العمل في جميع المدارس خلال 90 يوم من تاريخ المباشرة، وفي حال نقول المقاول وعدم التزامه بالشروط المذكورة يتم سحب العمل من الشركة مع اعتماد الجرعة التي بعدها انعلست كل الكتب القديمة، ورجعت حليمة لعادتها القديمة. رجع العمل للشركات، وإلى اليوم أيضا لم يكملوا العمل. عمي هاي الشركات حظهن مثل حظ مرقة الشجر بالطرشانة، هاي مو طيبة وهاي مربى واحنا مشلبين بيه. الشكر إلى كل الأخوة بدون استثناء اللي تابعوا الموضوع وحاولوا إرجاع الحقوق وإكمال المشاريع. كالعادة كل حلقة نشكر كل من يخدم بدون مقابل، وهاي المرة نشكر مؤسسة ساوى الخيرية. المؤسسة سوت أكبر سلة غذائية للفقراء، حاليا قاعدة تبني مجمع سكني للفقراء بمستوصف جامعي والى آخره، وإلهم صولات وجولات أيام كورونا، لذلك شكرا لهم من القلب. تنويه، طبعا محاربة أي شيء غلط يسبب مشاكل، وانا الحمد لله والشكر سبب لي وايد مشاكل، ولعبوا لعبه حلوه وياي صغيرون، وبالايام الجايه راح يلعبون انواع الالعاب وياي حتى يحاولون يضغطون علي، بس انا ادري كل الزين. انتم اخوتي ظاهري، رب الكفو رب الفزع وما قصرت. سلام.